اخذنا رايه الامام الحسين والقران ومشينا دخلنا بالموضوع الحمد. بس سولفنا واحد من الشباب قال اهل المخزونين قدام الحسين ويخافون من الله. قلت لهم هاي النقطه بعد خلاص كل شيء انتهى من وراها. ما احكيك اياها من احكيها انا ابو مصاب. احكيها انا ابو مصاب لان العاجيب عمام وخوال اعتبرهم انا واصدقائي لي اكثر من كل العشائر وكلهم عشائرنا احنا اخوه بالولايه والشوكه حقيقه. الله يشهد لمحتنا الاسلام لان الموقف اللي سويته وطر الفتنه الصاعده. بالاسرائيل مدينه الرميل وانتم ابناء الرميل. وانا اوجه من خلال ما زالت انتم مقدمه الحسين الشيخ ياسين الرميل وهذا التاريخ المكمل ينقلون رساله لاخوتنا بالاسرائيل. كف التصعيد. صحيح. كف التصعيد. لان التصعيد احنا عشاير وعندنا التزامات واخر. يجوز هاي المره سيطرنا على الجزء المره الثانيه ما سيطرنا. البارحه انت شفت الموقف مالي عقاب اريد اسمعني عقاب اريدي وانا ما اقدر والله مريض ومنهك من يوم المصاب لليوم. مو ما نايم. الموقف اللي صار راح خلينا نحمل دماء الاخرين. صح. شلون؟ اللي من خلال او رساله وانتم ان شاء الله اهل هاي الرساله توصلونها بالامان لياويدهم ولسادتهم ولمحيط ولازم اكو وياهم ساده وياهم ناس وبالاسرائيل ناس بعضنا ماشي بالشام وبالاسرائيل ناس اخوتنا مصاهره بيناتنا وخاروا بلخيت عرفت. لكن بشي طريقه عرفت. البارحه قال لنا حاول الساعه 12 تعرفون عرفت. انا على نقطه واحده والنشر قال نزلنا قلت النشر هسه نشرب وبرا المحاضر وصل يا جماعتنا قلت نشرب مره ثانيه. كان الشيخ ميثم وياهم هسه راح يجلس قلت الشيخ ميثم ترى هسه راح يجلس. انا عاقل وصرف بعقل بس غير من خلال كل شريف عرفت. يقول لك اخوتنا بالاسرائيل لا يساعدون التصعيد هذا لان هذا مو من جانبنا ولا يخدمنا. صار سواء متعمد سواء مريض سواء مدفوع سواء مدفوع ثمن. احنا لحد الان ما عارفين الحقيقه شنو هي لحد هاي اللحظه. شنو الحقيقه ما اعرف. انا صار اخوي ولاد عمه ثلاثه ما اعرف عندنا الماتوا وشنو سبب. بس هذا جانب وجانب التصعيد لا بس المشكله ما كانوا عندهم جاويد عندهم كذا كان سووا مؤتمر ونهوا خاصه العقل اللي جاي. احنا البارحه طلعنا الشغل شايف ومنعنا الخطر. اكو ناس جاويد عندهم مساعده عندهم وناس اشراف عندهم وناس رجال عندهم يكفون الاذى عن العاجل. العاجل تاريخهم قديم والعاجل ما يحبون الشرطه. والله كانوا مدير صمام الامان اللي نحكي بكل ولازلت هذا الامر عامل ان شاء الله. فمن خلالكم اكمل اقول ان شاء الله احنا بالنسبه للوسط مو من جانبنا. احنا الوسط الصافي واحنا بالنسبه لنا احنا وياكم كل خطوه بهاي الامر صراحه. وانتم اجيتكم سولفتوا قلت هو كررتها. انتم ناس انتم مال البراءه وانتم اهل المعروف وهذا الامر صار. بس الصبر حلو بس الصبر حلو. انت هسه قلت التصعيد الصار هو سبب المشكله بس. ترى منشور التصعيد البارحه خرج من السيطره. خرج من السيطره صح. يعني كل بشريه انا شو اسيطر عليه. صح. انت ترى بالمناسبه انت سيطرت على هاي الناس يمكن بالولايه بعد العاجل بيزعون اذا شافوا صار لا. طبعا صارت بالبحر. كبرى صغيره يفزع يسوي له. تفزع انا اقول لك اليوم من عمي تفزع. فاحنا نسال الله التوفيق وان شاء الله نوصل رساله امانه.